تثبيت القرآن. القرآن العظيم وسيلة الثبات الأولى، وهو حبل الله المتين والنور المبين. من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نص الله على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما هي التثبيت، فقال تعالى في معرض الرد على شبه الكفار: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن مصدر الثبات، فهو يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله. آيات القرآن تتنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن، فلا تعصف به رياح الفتنة ويطمئن قلبه بذكر الله. القرآن يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقوم الأوضاع من حوله، وكذا الموازين التي تهيئ له الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه ولا تتناقض أقواله باختلاف الأحداث والأشخاص. القرآن يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام على مر الزمان، ونحن في هذا الزمن الذي تثار فيه الشبهات حول الإسلام أحوج ما نكون للعودة لكتاب الله تعالى، ففيه النجاة بإذن الله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.